السلام عليكم الإخوان ومرحبا بكم من جديد في فيديو جديد على قناتكم سطاد بالدارجة، القناة اللي ديما كتجيب لكم آخر المستجدات من قلب الملاعب المغربية ومن قلب أوراش الأشغال الكبيرة. قبل ما نبداو ما تنساوش تشتركوا معنا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وخليونا نسمعوا رأيكم في التعليقات. واش كتشوفوا أن ملعب ابن بطوطة غادي يكون من بين أحسن الملاعب في إفريقيا منين يكمل؟ اليوم الإخوان جيناكم مباشرة من مدينة طنجة، من قدام ملعب ابن بطوطة اللي صراحة ولات كتبان عليه ملامح النهاية. المشهد اللي كان قدامنا كيخلي أي واحد يمر من هنا يحس بالحماس ويقول: واش هاد الملعب ولا واجد باش يستقبل المباريات الكبيرة؟ واش باقي شي حاجة ناقصة ولا صافي؟ الواجهة الخارجية دابا تقريبا سالات، والتغليف ديال المنطقة اللي كانت باينة بين السقف والواجهة الخارجية ولا في المراحل الأخيرة صافي ما بقاتش داك الفراغ اللي كيشد العين. كلشي ولا مغطى بعناية وكيبان المنظر العام من برا بحال تحفة معمارية كتليق بمدينة طنجة، المدينة ديال الرياح والتاريخ. الرافعات اللي كانت كتحرك بزاف في الأشهر اللي فاتت دابا نقصوا، وهذا الشيء كيعني أن المراحل الكبيرة من الأشغال سلاو، بقاو غير التفاصيل آخر اللمسات. كنشوفوا العمال كتثبت آخر القطع الحديدية ديال السقف العملاق، وصراحة المشهد كيقول لنا بوضوح راه النهاية ولات قريبة بزاف. ومن داخل الملعب الأمور ماشي مختلفة، المدرجات صافي وجدة، الألوان باينة وكتعطي جمالية، الممرات كتبان بحلة جديدة، والحركة ما بقاتش ضوضاء بحال قبل، ولات خدمة دقيقة على التفاصيل الصغيرة بحال لوحة فنية كبيرة كيرسموها المهندسين والعمال بواحد التركيز كبير. الأجواء هنا صراحة مميزة، ما بقاش داك الضجيج ديال الآلات الثقيلة ولا واحد الهدوء النسبي اللي كيقول هذه هي ساعة الحسم، هذه هي اللحظة اللي كل شي كيتسنى. كل عامل كيخدم وكيدرك أن النهاية قريبة بزاف. من بعيد أي واحد يشوف الملعب غادي يلاحظ الفرق، التصميم النهائي بان، والانسجام بين القوة الهندسية والجمالية البصرية حاضر بقوة. ابن بطوطة ما بقاش غير ملعب، ولا تحفة رياضية كتزين طنجة ومستعدة باش تستقبل آلاف الجماهير اللي غادي تجي تعيش أجواء كروية عالمية. الجماهير الطنجاوية والمغاربة كاملين صراحة كيتسناو هاد الملعب يفتح أبوابه. النقاشات في المقاهي، في الشوارع، في المدينة كاملة كتدور حول هاد المشروع. الكل كيقول واش غادي يكون بنفس المستوى ديال الملاعب الأوروبية؟ واش غادي يضيف قيمة للبنية التحتية الرياضية ديال المغرب؟ والجواب بان قدامنا، طبعا غادي يكون إضافة كبيرة بل ومفخرة وطنية. المشروع هذا ماشي غير مدرجات وسقف، هذا فضاء كامل غادي يجمع بين الراحة والجمالية وأحدث المعايير العالمية. المغرب كيبين للعالم كامل أنه مستعد باش يحتضن أكبر التظاهرات الرياضية، وأنه كيمشي بخطى ثابتة في الاستثمار الرياضي والبنية التحتية. وحنا هنا في سطاد بالدارجة كنقولوا بكل ثقة النهاية ولات أقرب من أي وقت مضى. الأشغال الكبرى سادات، واللمسات الأخيرة كتزيد الملعب رونق خاص. كنخليو لكم الإخوان هاد التساؤلات: شنو هو أول ماتش كبير كتشوفوا خاص يتلعب في هاد الملعب؟ واش كتشوفوا أن هاد الملعب غادي يكون أفضل من مركب محمد الخامس ولا مركب مولاي عبد الله؟ وشنو هي الذكرى الأولى اللي كتحلو تعيشوها من داخل ملعب ابن بطوطة؟ إلى هنا الإخوان نكون وصلنا لنهاية الفيديو ديالنا. إذا عجبكم المحتوى ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد من قلب الملاعب المغربية، وخليونا تعليقاتكم، آراءكم كتعني لنا بزاف. شكرا لكم بزاف على المتابعة، وديما الشعار ديالنا سطاد بالدارجة، الصوت ديال الملاعب المغربية. نتلاقاو إن شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.